خوتاتي السلام عليكم في عدد جديد من حلقات باروكولتيريزم. كان بالصعب عليا تصنيف الحلقه اليوم من حيث الموضوع واش هو سياسي اجتماعي او اقتصادي، الا اللي الحاجه اللي متاكدين منها اليوم هو انه الهندام اللي لبسو قدامكم عنده علاقه بالموضوع. بقاو معنا. كلنا كنعرفوا بلي الاستعمار هو ذاك الاستغلال العسكري اللي كتمارسو دوله على اخرى، الا وان هذا الاستعمار العسكري كيكون ديما مصحوب بواحد الغزو ثقافي. هذا الغزو الثقافي كيبقى العماد والركيزه ديالو هي البعثات والمدارس التعليميه اللي كيرسخها في البلد المستعمر. كلنا كنعرفوا بلي انه المطامع الاستعماريه في شمال افريقيا وخاصه بالمغرب كانت من نصيب فرنسا. هذه الاخيره رسخات المعالم الثقافيه ديالها عن طريق البعثات التعليميه، واللي قدرات من خلالها انها ترسخ المعالم العلمانيه بعدما تحولت مدارسهم من مدارس دينيه الى مدارس علمانيه. ومن بعد فتره وجيزه سمح لابناء الاثرياء من المغاربه واصحاب الديانات الاخرى باش يولجوا لهذه المدارس التعليميه اللي كترسخ القيم العلمانيه للدوله الفرنسيه. الشيء اللي عطانا جيل بعد جيل كيجهل حضارته، ثقافته وحتى لغته، وما كيقدرش يفرق ما بين العربيه الفصحى والعربيه الدارجه. غادي نخليكم الان مع مشهد من فيديو او مقطع فيديو اللي من خلاله صاحب الجلاله رحمه الله الحسن الثاني يخاطب اعيان المغرب المحيطين به ويوصيهم بما يوصيهم به. تابعوا معنا. اقول الخلط واجب ومستحب وضروري بين العربيه ولهجتنا. اللهم اكون اسمع طفلا مغربيا يخلط بين العربيه الدارجه او الفصحى وبين تريفيت أو تمازيغت أو تشلحيت، أفضل بالنسبة لي وأشرف بالنسبة لي، وأقول أكثر مناعة بالنسبة للمستقبل من أن أسمع الطفل والطفلة ووالديه كذلك يخاطب بعضهم بعضا بالخلط بين العربية والفرنسية أو الخلط بين العربية والإسبانية. ونحن نفكر في التعليم وبرامج التعليم لخنا وأمين. كيف ما شاهدتم معنا في الفيديو السابق، الفطنه ديال الراحل المغفور له الحسن الثاني على اساس انه هذه البعثات التعليميه الفرنسيه غادا تقدر تبعثر الاوراق ديال الشباب المغربي، من حيث انه غادا تقدر تمحو ليه ثقافته المغربيه وتمسح ليه علاقته بالتعريب، وكذلك انه يوقع في التيه ما بين العربيه والفرنسيه. ودابا نخليكم مع مشاهده فيديو لواحد شخص عظيم وعلامه مغربي رحمه الله فريد الانصاري، ويتكلم عن دور العربيه وترسيخها في المعالم التاريخيه والمغربيه في قيم الشباب. الناس لا يحسنون الآن في برامج التعليم لا يحسنون استعمال العربية، انتهى ذلك ماض كان. والعربية هي مفتاح الدين وكلماتها هي التي تتضمن مفاهيم الدين والإسلام. وملي تعلموا ذلك القرآن فقد ضمن حدا معينا من الكلمات العربية، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، كلمات وأسلوبا. فلذلك إذن هذا أمر في غاية الأهمية، وما حاول الغرب بشتى وسائله الظاهرة والمخفية أن يعزلنا عن القرآن إلا لهذين السببين، لأن القرآن هو كتاب الله تعالى وكلامه المنزل على عبده المتلو بين عباده إلى يوم القيامة، يصلنا مباشرة بالله جل وعلا. ولأنه أيضا، وهذا قلما ينتبه إليه، لأنه بلسان عربي مبين. فلو وجدوا أن نقرأ القرآن بمترجما معانيه إلى لغة أخرى لكان أهون لهم من أن نقرأه كما أنزل بلغته العربية التي هي لغة القرآن الكريم. لا، بعد ما شاهدنا مجموعين هاد جوج أقطار العلمية ما يمكن لنا إلا ندوزو واحد الفيديو مهم للعالم المغربي المهدي المنجرة. بعد ما طلعت على كتاب عولمة العولمة للأستاذ الجليل المهدي المنجرة، استنبط الفكرة التي أثارت انتباهي، هو أن الاستعمار البديل والمعاصر هو استبدال الجيوش والمصاريف العسكرية ديالها ببعثات تعليمية اللي كتربي الشباب في الأوطان المستعمرة، كيف ما كتنقش على الحجر تزرع في هذا الشباب الولاء، واللي كينوب على المستعمر في فرض المناهج الاقتصادية والسياسية والثقافية والأخلاقية، وكذلك في اتخاذ القرارات المهمة. هذه المدارس او البعثات التعليميه العلمانيه ما يمكن لها الا انها تدفن الوازع الديني اللي عند الشباب المغاربه، وكتمسح منهم
كل ما هو تقاليد وتراث مغربي وكترسخ فيهم افكار استعماريه. والشيء اللي كيثبت الكلام ديالي وكيرسخ الواقعيه ديالو هو المقال الصحفي اللي خرجت في مجله اكسبريس مؤخرا، بحيث انه حصلات استاذه كتدعو للمثليه الجنسيه في احد البعثات التعليميه، وكذلك الاستاذ الفرنسي اللي اعلن الخريطه المغربيه مبتوره الصحراء، وهذا الشيء اللي كيخالف قيمنا المغاربيه والاعراف والتقاليد ديالنا. التساؤل اللي كيطرح نفسه اليوم، واش من وراء اضعاف التعليم العمومي هذه الخدمات الخاصه والبعثات التعليميه العلمانيه؟ غنخلي لكم في تشاركوا معايا افكاركم في التعاليق، ما تبخلوش علينا بالاشتراك وما تنساوش تساهموا معايا في تصنيف الحلقه.